تخيل كده انك ماشي في الصحراء وفجأة قدامك جبل ضخم من الحجارة، بس معمول بإيدين بني آدمين. الأهرامات أعجوبة من 4500 سنة، ولسه لحد دلوقتي محدش قدر يقول اتبنت ازاي. 2 مليون حجر، كل حجر وزنه يوصل ل70 طن، يعني وزن فيل حرفيا. ازاي قدروا يشيلوه ده زمان من غير ولا ونش ولا حتى عربيات ولا حتى رافعات؟ المصريين القدماء دول كانوا عايشين في عصر لو حد شاف فيه لمبة هيقول دي سحر، ومع ذلك عملوا مبنى لو حاولنا نعمل زيه النهاردة هنصرف عليه مليارات الدولارات وفي الآخر هنفشل برضه. الهرم الأكبر لوحده خلصوه في حوالي 20 سنة. ازاي؟ ده حتى الكباري عندنا بتقعد أكتر من 50 سنة في كوبري واحد. الحجارة الكبيرة دي جابوها من أسوان، يعني من الآخر مشوار 800 كيلو متر. في ناس قالت يستخدموا مراكب على النيل. طب ازاي بقى يستخدموا مراكب والحجارة وزنها 70 طن؟ هي يمشوا حجارة حجارة؟ وفي ناس قالت عملوا طرق مخصوص، بس برضو التفاصيل لسه محدش يعرفها. طب ازاي بقى كانوا بيرفعوا الحجارة دي فوق بعضها؟ النظرية المشهورة بتقولك عملوا منحدرات، رابس. بس المنحدر ده هيحتاج يبقى طويل قوي لدرجة انك ممكن توصل بيه لحد المعادي. يا جدع لحد كده؟ ايوه، امال هيرفع الارتفاع ده كله ازاي؟ العلماء نفسهم اتلخبطوا. بعضهم بيقول المصريين كان عندهم علم هندسي يا عم عبقري، كان عندهم علم هندسي عبقري. والبعض التاني قالك لا، اكيد في حضارة مفقودة ساعدتهم. وحبة بقى كمان قالوا لك ايه، لا 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 خالص، غلط، ممكن يكون في كائنات فضائية ساعدتهم. يا عم بقى، يعني يا عم هو فرعون كان فاتح واتساب وماسنجر مع المريخ بيكلم الكائنات الفضائية؟ ايه ده؟ في سنة 2017 جابوا تكنولوجيا اسمها أشعة الميونات، أشعة كونية بتدخل في الحجارة، ولقوا جوه الهرم فراغ ضخم محدش كان يعرف عنه حاجة. هل دي غرفة سرية ولا ممر مخفي ولا بس مساحة معمارية؟ لحد دلوقتي محدش عنده إجابة. الأهرامات مش مجرد حجارة مرصوصة، دي رسالة من الماضي بتقول لنا لسه في أسرار أكبر من خيالنا. كل ما يلاقوا حل الإجابة يلاقوا لغز أعقد وأعقد، ويمكن السر الحقيقي لسه مستخبي جوه الحجارة، مستني اليوم اللي يكتشفوا فيه بقى السر ده. لو بتحب الألغاز صدقني اللي جاي أغرب وأعجب، فمتنساش إنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتحط اللايك وتقول لي إيه رأيك بقى في اللي إحنا قلناه ده كله. أنا عارف كلام وجع دماغك وفي الآخر ما لقيتش حل برضه، بس قول لنا أنت الحل بقى. كان معكم شادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.